لو قلتلك إن في كائن صغير في البحر شفاف في بعض الأنواع وملون في غيرها وبيعرف يغير لونه وبيهرب بسرعة الصاروخ هتصدق؟ ولو قلتلك إن نفس الكائن ده بيتاكل بأكتر من 50 طريقة حول العالم والناس بتتخانق عليه في المطاعم ومنهم اللي بياكله وهو لسه عايش، أكيد عرفت إننا بنتكلم عن النجم اللي ملوش منافس، الجمبري. الجمبري مش مجرد أكل لذيذ على الفحم أو في طاجن بالكريمة، ده عالم لوحده، عالم مليان تصرفات غريبة أنظمة دفاعية مدهشة وسلوك بيخلي العلماء نفسهم يقفوا مذهولين. النهاردة هنغوص مع بعض في أسرار الجمبري، هنعرف إزاي بيعيش وبيتصرف إزاي وبيطبخ فين وإزاي وليه بيعتبروا ناس كتير ملك المأكولات البحرية. استعدوا علشان الفيديو ده هيغير فكرتك عن الجمبري 180 درجة. أهلا بيكم ويلا بينا نبدأ. في البحر الجمبري بيبان كأنه شبح صغير بيتحرك بين الشعب المرجانية والرمل. أنواع كتير من الجمبري جسمها شفاف جدا، وده مش مجرد منظر ظريف، دي وسيلة دفاعية قوية. تخيل كائن بيعيش وسط أسماك بتفترسه في أي لحظة، فالحل بالنسبة له إنه يبقى شبه غير مرئي. الشفافية بتخليه يندمج مع البيئة اللي حواليه، فصعب جدا يتشاف، وكأن ربنا اداه بدلة تخفي من غير ما يشتريها من أمازون. طب والأغرب إن شفافيته مش بس للدفاع، لا دي كمان بتساعد انه يتواصل مع جمبريات تانية عن طريق اشارات ضوئية بتبان من خلال جسمه. الجمبري ممكن يغير لونه حسب مزاجه أو حسب الخطر اللي حواليه، وده بيحصل بفضل خلايا اسمها كروماتوفورز، والخلايا دي بتوزع صبغات في جسمه وتخليه يغمق أو يفتح لونه. يعني ممكن تلاقيه بلون الرمل وبعد دقيقة تلاقيه لونه ميال للأحمر جنب شعب مرجانية، وبيستخدم القدرة دي علشان يهرب من العدو أو يندمج مع الخلفية أو حتى يتواصل مع باقي القطيع. أما في المطبخ الجمبري بيتحول للون برتقالي أو أحمر لما يستوي، وده بسبب مادة اسمها استازانسين موجودة في جسمه وبتنشط بالحرارة. بس خلي بالك الجمبري ده مش بينضج في اللون بس، ده بينضج في الطعم كمان. في اليابان والصين وكوريا في اطباق بتتقدم للزبون والجمبري فيها لسه بيتحرك. واحد من اشهر الاطباق دي هو اودوري ايبي، واللي اسمه بالعربي الجمبري الراقص. بيتقدم لك الجمبري على طبق فيه تلج او خضره ولسه اعصابه بتتحرك، والناس بتاكل راسه الاول وبعدين جسمه، وده عندهم بيعتبر من علامات الفخامه والطازجه، وفي ناس بتدفع فيه ارقام خرافيه. طب هل الموضوع ده مأساوي؟ ممكن يكون كده، بس من الناحيه الثقافيه هو جزء من عاداتهم بقالها قرون. وعلى فكرة الطبق ده بقى ترند في التيك توك واليوتيوب، وناس كتير من العالم كله رايحين مخصوص يجربوه. لو فاكر ان كل الجمبري ضعيف ولطيف يبقى لسه ما شفتش المانتس شريمب. ده نوع من الجمبري بس فيه حاجة مختلفة تماما. الجمبري ده عنده مخالب شبه المطرقة بيضرب بيها بسرعة بتوصل ل 80 كيلو متر في الساعة، يعني اسرع من طلقة مسدس. والاغرب بقى ان الضربة بتاعته بتولد حرارة عالية جدا لدرجة انها تعمل فقاعات مجهرية بتنفجر وتعمل صوت زي الطلقة تحت المية. وفي فيديوهات لمانتس شريمب بيكسر ازاز الاكواريوم المحطوط فيه، وده خلى ناس كتير تتجنب تربيته في البيت. ده غير عينيه اللي فيها اكتر من 12 قناة لونية، احنا كبني ادمين عندنا 3 بس، يعني يشوف الوان احنا حتى مش عارفين نسميها. في نوع جمبري اسمه كلينر شريمب او الجمبري المنظف. الكائن ده عامل زي دكتور الجلدية في اعماق البحر. السمك بيجيله مخصوص وبيفتح بقه وبيقف ساكت، والجمبري يدخل جوه بقه وينظفه من البكتيريا والطفيليات، وعملية تنظيف حرفيا لكن تحت البحر. والاغرب كمان ان السمك عمره ما هاجمه ولا حاول ياكله، وتحس ان في اتفاق مش مكتوب بينهم. التنظيف مش بس في البق، ده كمان بينظف الخياشيم والجلد، ودي من اندر العلاقات التعاونية في عالم البحار واللي العلماء لسه بيدرسوها لحد دلوقتي. الجمبري عنده اكتر من طريقة حركة. عنده رجلين صغيرة بيمشي بيهم على القاع، وده في الوضع العادي وهو بياكل او بيتنقل ببطء، بس لما بيحس بخطر بيستخدم ديله في حركة فجائية اسمها تيل فليب. بيتني ديله بسرعة ويرجع لورا كأنه بينط نطة مفاجأة، والحركة دي سريعة جدا وفعالة جدا في الهروب من الخطر. وعلشان كده الجمبري دايما صعب تمسكه بايدك لو لسه حي، بيزفلط من غير ما تحس. العلماء لحد دلوقتي موثقين اكتر من 2000 نوع جمبري حول العالم، منهم اللي بيعيش في المياه العذبة ومنهم اللي في البحار المالحة، وفي اللي بيعيش في اعماق اكتر من 5000 متر، وفي جمبري طوله 2 سنتيمتر، وفيه اللي بيوصل ل 30 سنتيمتر زي الجمبري النمري العملاق. وفي انواع ملونة بالوان زاهية زي الازرق الفوسفوري والاصفر الكناري، وده بيعيش غالبا في الشعب المرجانية. وفي نوع لسه مكتشفينه قريب في اعماق المحيط الهادي، بيعيش في بيئات حرارية حوالين فوهات بركانية تحت المية. يعني كل ما العلماء يغوصوا اكتر يلاقوا انواع اغرب واعجب.
كتير من الناس فاكرين ان الجمبري لازم يعيش في البحر، لكن الحقيقة ان في انواع كاملة بتعيش في الانهار والبحيرات. الجمبري النيلي مثلا موجود في النيل ومزارع مصرية كتير، وبيتميز ان طعمه مختلف شوية عن البحري وبيحتاج طريقة طبخ مختلفة شوية. وفي جمبري بيتربى في المزارع وده اللي بتلاقيه في السوبر ماركت متغلف وبيقولوا عليه فارم شريب. الفكرة ان الجمبري ده بيتوفر بكميات كبيرة للتصدير، وعلشان كده تلاقي منه في كل مواسم السنة. بس الجمبري البحري دايما ليه طعم ونكهة أقوى، خصوصا لما يكون طازة ومصطادينه من أماكن زي السويس أو البحر الأحمر. رغم كل الفوائد اللي في الجمبري، لازم نكون عارفين انه ممكن يعمل حساسية شديدة لبعض الناس. في مادة اسمها تروبومايسين موجودة في بروتين الجمبري، والمادة دي هي السبب الاساسي في الحساسية اللي بتحصل عند ناس كتير. الحساسية دي ممكن تبدأ بحكة بسيطة او احمرار في الجلد، وبتوصل لدوخة او تورم في اللسان، وفي حالات نادرة ممكن توصل لضيق تنفس شديد. علشان كده لو اول مرة في حياتك تجرب جمبري، خصوصا نوع جديد او مستورد، جرب كمية صغيرة الاول شوف جسمك هيتفاعل ازاي. وبرضه لو بتاكل جمبري في مطعم ومش متأكد من نظافته او طريقة طبخه، خليك حذر، لان الجمبري لو ما تنضفش كويس ممكن يسبب تسمم او تعب في المعدة. خد دي عندك بقى علشان نختم الحلقة. تعرف ان الجمبري بيسمع برجله مش بودانه؟ والله زي ما سمعت كده، الجمبري مفيش عنده ودان زينا، بس ده ما يمنعش انه بيسمع كويس جدا. بس الغريب بقى انه بيسمع برجله. العلماء اكتشفوا ان في خلايا حساسة موجودة في قواعد رجله بتستجيب للموجات الصوتية اللي بتمشي في المية، يعني لما يبقى في صوت عالي او حركة سريعة حواليه بيلقطها برجليه قبل ما توصل لأي عضو تاني. وفي دراسات اتعملت على نوع من الجمبري البحري، لقوا انه بيقدر يسمع الاصوات اللي ترددها بيوصل ل 2000 هرتز، وده تردد عالي نسبيا بالنسبه لحجمه. يعني الجمبري ممكن يعرف ان في سمكه جايه من بعيد حتى من غير ما يشوفها. الجمبري فعليا عنده حواس خارقه بتخليه يعيش في بيئه صعبه ويعرف يهرب ويصطاد ويتكاثر، وكل ده وهو من اصغر الكائنات في البحر. الجمبري مش مجرد اكل بيتحط على طبق رز، ولا مجرد صينيه في العزومات او فرخه البحر اللي بناكلها بالشطه والليمون. الجمبري كائن خارق صغير عنده قدرات بيولوجيه تخلي العلماء نفسهم يحتاروا، وسلوكيات اجتماعيه وتنظيميه مش موجوده حتى في عالم البشر. وفي نفس الوقت محبوب جدا في كل مطابخ العالم، من الهند لليابان ومن مصر لايطاليا. يعني ببساطه الجمبري ده نجم البحر ونجم السفره ونجم الفيديو كمان. لو الفيديو عجبك ما تنساش تكتب لنا في التعليقات اكتر طريقه بتحب تاكل بيها الجمبري، وجربت قبل كده الجمبري الياباني اللي لسه عايش ولا لسه مش جاهز للمغامره دي. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقه الجايه.